مضبوط. كذي إذا حوشنا الكمية بأسرع ما يمكن نقدر نوزعها إذا وصلت باكر. عدل يا أخوي، عدل، كلامك مضبوط 100%. عدل. بس شوف، الكمية هذه ترى معتمدة على الحلي. لازم يوصلها لنا الليلة، لازم. شلون؟ أنت مو متفق معاه على هالأساس؟ بلا متفق وياه، متفق. بس انت عارف الحلي مزاجي على مزاجه، يروح مكان تعجبه القعده ويقعد فيه، يطلع شمس، وانت عارف شغلنا كله ليل. لا حبيبي، الأمور هذه ما تصلح عندي أنا. أبي واحد ما ينقطع عنا القشبولية. أبي واحد إذا اتصلنا فيه يقول أنا حاضر وموجود في أي وقت. اسمعني يا كرومي، احنا بنشتغل على مستوى عالي، ومستوى يا هالو، مستوى هذيلي بربية النويتش ما نبيهم. نبي ناس عالي، هوامير الركزة. عدل، كلامك مضبوط 100%. هوامير الركزة. شوف عاد، طالما ذكرت الهوامير، أنا اللي أعرفه أن الحلي يتعامل مع واحد من الهوامير الكبار، هوامير الركزة اللي تقول عنهم. وهو اللي زوده بالأنواع الطيبة اللي تخابرها. صح، هذيل اللي نبيهم. عدل، هذيلي تيد مارك، هذيل نبيهم لنا احنا وبس. يلا قولي يا كرومي، شوقتني. قولي هذيل الهوامير شلون نتصل فيهم؟ شوف، أنا أقولك شلون. هذا هريس وايد زين، ذبابي، يبيله فخ مطراف. حبيبي انت عاد كرومي، انت مو واحد عادي يا بعد كبدي. قفشه منك انت تخليه 1000 ذبابي. ما عليك زود يا عم بدر. اسمعني عاد، يلا عاد، شلون نتصل في الهامور العود هذا؟ شلون؟ قلت لي شلون. هذا اخوي يبيله فخ مطراف، لا، ويبيله عتل وطارتين وحبال على السيف. يلعن يومه، شنو هذا يا اخي؟ انت مجرم عتل وعلى السيف. عادل طال عمرك، انا ابيك هذول تأدبهم، تسنعهم، ابيك تحبل لهم. هذول اللي مسوي نفسهم خايفين على البلد وعلى مصلحة البلد، وبيني بينك ما حد مخرب البلد الا هم. وكل يوم مطلعين لنا قوانين ومضايقين علينا حريتنا. لا تخافون. القوانين هذه مهي لنا احنا، قوانينهم ما تمشي علينا احنا لنا قوانين خاصة فينا، اسمها قوانين الرؤوس النووية. فهمتوا؟ الرؤوس النووية؟ ايه، يعني راس واحد من هالرؤوس النووية يفجرك انت وهلك. يا اخي متى سافر حسنو هذا؟ سافر، صار له 10 ايام تقريبا مسافر. الحين حسنو عنده جواز سفر عشان يسافر؟ اي عنده جواز ابو سفره عنده. اي عاد. طيب الحين تبون شيء ولا امشي؟ اسمع يا الحلي، احنا هالمره نبي كميه وايد كبيره، بس الصراحه وين حسنو؟ ممسوك. اقول لك يا اخي مسافر، وبعدين احنا مو تعاهدنا اذا واحد فينا طاح الباقي لازم يعرف؟ عدل ولا لا؟ يا اخي قول لنا الصراحه عشان نرتاح ونخفف الطلبيه ونوقف التوزيع. لو حسنو طايح المفروض تعرفون علشان نوقف معاه. انزين الحين تبون شيء ولا امشي؟ لازم ناخذ، زبايننا ناطرين. الا قول لي وين حسنو؟ من سمعت هالخبر؟ صارت مكالمة من صديق عزيز. صديق عزيز سمعوا، قال لي ديروا بالكم، ترى الجماعة حاطين عينهم عليكم هالايام. ها؟ مو علينا احنا بالضبط، على كل الربع يعني.
وصلني الخبر هذا بعد، وصلني في واحد يكون طالع فيها طلعة يعني. واحد منو؟ واحد ضابط كان مسافر أمريكا يدرس هناك، تو جاي كان يدرس فن إلقاء القبض على الهتلية اللي مثلنا. هو فن إلقاء القبض على الهتلية اللي مثلنا وفي أمريكا بعد. يا بختنا كذي احنا مشهورين. قاموا يدزون ناس عشان يدرسون فن إلقاء القبض على الهتلية اللي مثلنا. اي بس هذا يبي له تخطيط. تخطيط؟ ايه. شلون يعني؟ علشان نوخره من قدامنا. ايه بس لا تخافون، تخطيط من نوع جديد، نوع اخر. حلوة هذه اخر. انتوا شفتوا فيلم القرعة القاتلة؟ قرعة القاتلة؟ ما شفناه. ما شفتوه؟ لا. بتشوفونه. وين؟ بتشوفونه عن قريب في سينما الحياة، فيلم القرعة القاتلة. بطولة فريد شوقي وسمسم. كفك كفك. مو وقته. ومستعد يزودنا بالكمية اللي نبيها وبالسعر اللي نقدر ندفعه. شلون؟ معقولة؟ معقولة؟ ايه اخوك لا قال شيء لازم يصير. حبيبي كرومي، على راسي كرومي. الحين اثبت لي انك انت صديق وعزيز، لا ومن الدرجة الاولى، فيرست كلاس. ايه صح، بس هو ترى طلب يلتقي معاك. قابلني؟ يقابلني انا؟ ايش حق يقابلني؟ يبا ايش فيك خايف؟ ايش فيك خايف؟ يبي يقابلك الرجال، ايش فيك خايف؟ انا ماني خايف. ايش حق خايف انا؟ عيل خلاص قابله وشوفه، ترى الدباب يبي يشوفك عقب ما حبلنا له عدل. حاضر، انا مستعد اقابله. قول له خليه ينشقه. لا 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 لا، شرط الاولي ما يروح شقط. شنو؟ اي وين اقابله؟ هني عندك في البيت. عندي هني في البيت؟ انت جنيت انت؟ شلون اقابله عندي في البيت؟ ايه ايش فيها؟ ما يروح الا فلل وبيوت، ما يروح شقيق. فلل وبيوت؟ ما يروح شقيق؟ تجنيت اقابله هنا عندي في البيت؟ ايه يبا ايش فيها؟ ليش لا؟ شلون ما فيها شيء؟ تجنيت انت؟ زين وزوجتي شريفه؟ اوه ده احنا زوجتي وزوجتي، ايش فيها شريفه؟ ايش اقول لها؟ ما تسالني تقول من هذيلي؟ منو الرجال هذا؟ منو هذا؟ منو هذا؟ ايه عدل، صح. ايه قول لها رجل اعمال وعندي معاه اشغال ومصالح. لا تقول لها ان ما عندي مكتب ولازم اقابل الناس هني عندي في البيت. يا اخي انت عجيب، يا اخي انت مو سهل. يا الافكار هذه ما تجي من واحد عادي. انت فيك اشياء مميزه. اسحن. في الحلي ما له عادة كذي يسلمنا البضاعة ويقب. زين يا اخي، شو اللي مزعلك انت؟ يمكن الرجال مستعجل. مستعجل؟ لا مو مستعجل. الحلي خايف من شيء وعشان كذي قاعد يتهرب من شوفتنا. يعني تهقى شنو هالشيء؟ اوه يا نادر الله هداك، ايش فيك انت؟ بذبحتني. ترى انت ريال وايد تشك، مو زين يا نادر كذي. يمكن الريال عنده موعد مع اللي خبرك ومزاجه ريال مو صافي. شنو مزاجه مو صافي؟ مع ابو المزاج وتقول لي مزاجه مو صافي؟ الحكي والله ايش تعتقد فيه يعني؟ يبا العموم اللي بالجدر يطلع الملاس.
بالله حلوه. فعلا ذوق. الله يهنيكم. مشكورين، جزاكم الله خير، هذا من ذوقكم. تفضل. شكرا. شكرا. اخ بدر، انا الحقيقه ابيك تعذرني لاني ما اقدر اجتمع معاك في شقه. تدري اغلب الشقق شقق عزابيه. لا سمح الله يشوفك واحد طالع نازل داش، وبعدين قيل وقال وحكي، يعني صراحه ما تسوى. شفت ابوي؟ ولا تنسى انا دائما معاي الاخت باسيه، يعني في كل روحات وياتي الاخت باسيه معاي، فيعني معدله يعني يشوفونا في الاماكن هذه. فهمت ابوي؟ مفهوم مفهوم. انا اقول طال عمرك لو ندش في الموضوع مباشره مو افضل؟ اي تفضل تفضل، ما في مانع. الاخ كريم اعطاني فكره شامله وكامله عن طريقه التعامل معاكم، والسريه الكامله في طريقه التعامل ومواعيد التسليم والاستلام. نعم مضبوط، كلامك صحيح. اهم شيء عندنا الدقه في المواعيد والتعاون. طبعا احنا الحين في الواجهة، احنا وانت فقط. والأخ كريم مهمته واضحة ومحددة، وهي التوزيع. لك انت فقط. انت يا اخ بدر مسؤول عن زباينك امامنا وعن طريق كريم طبعا. فهمت ابوي؟ مفهوم مفهوم. اخ بدر، الورقة هذه لك. هذه الورقة طال عمرك فيها كل الأرقام السرية وفيها كل الرموز اللي المفروض تحفظها عن ظهر قلب. وعقب تحرقها. حرقها؟ نعم، المفروض ما حد يطلع عليها غيرك. أخ كريم اسمح لنا، في أمور في بداية التعامل لازم الأخ بدر يعرفها. يعني قصدي إن المعلومات اللي بالورقة هذه ما تطلع أبدا منك، حتى لو سمح الله في حالة الموت. إذا مت تموت معاك. فهمت أبوي؟ فهمت أبوي. هذه الأمور لازم الواحد يعرفها قبل لا نتعامل معاه. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. هي أخ بدر، في شيء مهم جدا. أنا وباسية نطلع من هالباب لا تعرفنا ولا نعرفك إلا في الأمور السرية اللي مكتوبة عندك بالورقة هذه. وأي مبالغ سرية تجيك تدخلها بالحساب اللي موجود عندك، الحساب السري في سويسرا. فهمت أبوي؟ مفهوم أبوي. وقبل لا نمشي يا أخ بدر، في قسم دائما نقسمه مع بعض في بداية تعاملنا في أي صفقة جديدة ومع أي عميل جديد، والقسم هذا يعتبر ضمان للتعامل بيننا. شلون؟ مساء الخير. أحب أعرفكم على زوجتي شريفة. أستاذ هاشم، الأخت باسية من رجال الأعمال يا شريفة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك مدام. أخ بدر، أعتقد إحنا نستأذن ونكمل حديثنا باكر في المكتب إن شاء الله. إذا الله راد إن شاء الله. بتمر علينا إن شاء الله. أكيد إن شاء الله أكيد. أوكي. بعد إذنك مدام. تفضل.
حياكم الله. حياكم الله. ماشي ان شاء الله نلتقي في المكتب. ان شاء الله. زين بدر، انا استاذن. خير ان شاء الله، اشوفك على خير. ان شاء الله على خير. لا بالله خوش يمعه. انت عارفه ما عندي مكتب اقابل فيه عملائي، فيأتي هني البيت علشان ناخذ راحتنا. وان شاء الله اخذتوا راحتكم بالكلام. طبعا انت عارفه الصفقات التجاريه هذه والاشياء اللي فيها البزنس لازم يكون واحد مرتاح ومطمئن. وش هالصفقة هذه اللي لازم تاخذون راحتكم فيها بالكلام عيوني؟ بدينا بالطنازح، انت في من الموضوع وبعدين تطنزي. اشوف، قول، بعدين تعال هني. انت شلون تعطي موعد للناس في بيتي من غير ما تقول لي؟ شنو انا طنبورطين عندك؟ يا شريفه يا بعد كبدي، الموضوع كان صدفه بصدفه، الموعد صار فجأة، بزنس قاعد نتكلم فيه، يعني وين اوديهم المطعم؟ بس لازم تعرف اني لازم اعرف عن كل صغيرة وكبيرة في بيتي. عين هذا ايش حق شايلته؟ انا اسف ما يا على بالي، قلت الموضوع كله ساعة ونص ونمشي ونروح. بعدين هذا الهيلق اللي اسمه كريم ايش عنده قاعد ومرتز وماخذ راحته؟ لا يكون داخل معك شريك بالشركة عيوني. كريم يكون شريك معانا؟ بالعكس، كريم كان معاي صدفة فقلت له تعال معي، صدفة بصدفة يعني، ايش صار؟ نشوف يا بدر. مو مرة نستريح عشاء. خلاص يا ملازم صقر، وقف المتابعة عن فوزي، الأمور تمام. زين، خلنا نكمل المتابعة لنهاية الدراسة. لا ما لها أهمية، انتهى كل شيء. على فكرة، شوف الصور هذه وصلتني من أحد مصادرنا. في أي دولة هذه؟ أي دولة؟ بعد تشوفهم كذي الله يهديك، جنوب شرق آسيا. واضح. انتوا واثقين منا كل الثقة؟ كل الثقة طال عمرك، والأهم من هذا كله هو مقبل على الشغلة هذه بحماس واضح، مو كذي باسية؟ فعلا هو شاب فاهم، يعني طال عمرك ممكن نطوعه مثل ما نبي وبإيدنا نشكله حسب الظروف. يعني تشوفون كذي؟ صراحة طال عمرك الزين فيه إنه رجل أعمال سابق، يعني عنده اتصالات خارج البلد كثيرة وعنده معارف بهالدول لهم مكانتهم. بالفعل طال عمرك، يعني هو يقدر يتحرك بسهولة، يقدر يسافر يروح ويجي من غير ما يثير الشك ولا حد يحس فيه، لأنه تاجر ورجل أعمال. عموما خلونا نختبره بكم شغلة كذي، خلونا نشوف إمكانياته شلون صايرة. إمكانياته مذهلة طال عمرك، أنا متأكدة. هاي الباسية؟ نعم. خليهم يحضرون لنا العشاء. تامر أمر طال عمرك. ويصير؟ فيك واقف هنا؟ هلا نادر. لا والله ناطر لي زبون وكنه تأخر علي يا أخي. صار لي مدة وأنا راقبك، إيش عندك؟ قاعد أقول لك ناطر زبون يا يبا. ناطر زبون؟ زين شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا شنو؟ هذا طال عمرك كمبودي أبيض. فضحتنا الله يهديك. يا سلام، شنو الصنف هذا؟ هذا الصنف العجيب. ها زين، وين حسنو؟ يا وقته هذا يقولون مسافر. اي
مسافر وين مسافر؟ وين رايح؟ يقولون مسافر برا علاج ويا امه. زين انا شايفك متضايق، ايش فيك؟ اقول لك تعال معي. وين هي معك؟ تعال معي مسنع لك ذيك القعده اللي بعدل فيها مزاجك. تي معاي ولا لا؟ لا يا يبا انا مو عاد ريال صراحه. يبا صدقني عدل مزاجك، خليه يتعدل 180 درجه، بس تعال معاي. 180 شنو كهربتي؟ المهم بتي ولا لا؟ يا يبا انا مو عاد ريال، ايش فيك؟ يا يبا كيفك، انا ماشي. ماشي شنو ما عندك سياره؟ ها دمك ثقيل على فكره. هلا خلينا نشوفك صدفه. ها الله يحييك. اهلا وسهلا. هلا تفضلوا استريحوا. تفضلوا. شو تشربون؟ قهوه؟ اذا امكن مضبوطه. اوكي. اعطينا قهوه لو سمحتي. يا حي الله من ايامنا. اي كذي المواعيد ولا بلاش؟ اخ بدر اهم شيء عندنا المواعيد. المواعيد مهمه في شغلنا جدا، ولا ايش رايك؟ لان تدري المواعيد هذه يترتب عليها اشياء كثيره، في تسليم واستلام وتحويل. بالضبط صحيح. يسمح لي الاخ كريم، يعني عن اذنك، يعني في كلمه راس بيني وبين الاخ بدر. انت عارف يا ابو العمر ان كريم ايدي اليمين وكاتم اسراري، فانا ما اخش عنه اي شيء. ما تخش عنه شيء، اوكي ما اختلفنا، لكن اللي بينه وبينك شيء ثاني. خلاص بدر، ما عليه انا قاعد برا. خير. اخ كريم ماكو زعل. اخ بدر، نعم. لا تواخذنا اخ بدر، انت عارف لعبتنا هذه لها اصول، واهم شيء فيها الدقه. انت طبعا حفظت الارقام السريه والمعلومات كلها عندك. طبعا. علشان كذي انا بكلفك اليوم بمهمه. مهمه؟ شنو هذه المهمه؟ ماسية فهمي على المهمة. لهالسبب هذا بغينا نكون بروحنا. فهمت. بس قبل كل شيء بسأل كم سؤال على الأشياء اللي حفظتها.